السلام عليكم متابعيني، بعد الصلاة على محمد وآل محمد. شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم طبعا ثاني يوم من يوم التعداد السكاني أو الحظر، وهذا طبعا فيديو صورته لكم ومنتجته اليوم. طبعا احنا ما اجونا للتعداد، اجونا قبل الحظر، بس بالحظر ما اجونا. يقولوا لنا انتم من اي منطقة ومنو اجاها للتعداد. هذه عندنا هنا عندي قطعة دجاجة، وطبعا بالخل يعني نقعتها، ذبت زفرتها كلها، بعدين حمست بصل وخليتها يحمس. وهنا راح اضيف الكاري وشوية فلفل اسود، ابدي احمسه حمسة زينة. وطبعا خليت الطماطة. راح اسوي مرق دجاج عادي بدون ما اي اضافات، لا فاصوليا لا بوتيتا لا عدس، هيك يعني حبيت اسويها هيك. انتو بعد بكيفكم، يريد يضيف بوتيتا يضيف فاصوليا بعد حسب رغبتكم. انا سويت بهذا بصل اخضر طبعا خليت، وقطعت كم قطعة يعني بجزر. هنا صفيت الطماطة وخليتها بعد ما حمست المعجون زين ويا الدجاج ينحمس زين، احبه يعني، واضيف له بعدين امرقه واخلي هنا للطعم يعني فديجي 5 قرنفل، هذا او المسمار 5 وحدات يعني مو هواية، واخليها يعني تتهدر على كيفها. هذا عندي 8 مزمكي، طبعا انا انقع قبل نص ساعة، بش قد ما تنقعونه اش قد ما ينثر اكثر، وحبته يعني تصير كلش حلوة مثل الشعرية. راح اسوي هنا أنا عندي بزل، هذه طبعا المرقة اخليها على كيفها، تاخذ وقتها تقريبا ساعة، اخليها على نار يعني متوسطة يستوي كله وما يبقى يعني اي شي. الصدر الفخذ وتصفى ويطلع يعني دهنها على الوجهية. وهذه طبعا خلصت، شوفوها بسهامكم ألف عافية. طبعا كله مستوي، بس أنا شوية يعني بعدني ما يعني حضرت قبل وقت. هنا عندي طرشي، عندي هذا جايبته صار له تقريبا يومين، كل ما أشوفه أتعاجز أسوي. اليوم قلت ماكو منها، خله أسوي لا يذبل ويخرب. قطعته بهذا الشكل وغسلته، وشون هذا الشوندر هم وياه. وعندي هذه الدبة، هذه مالت الشاي تبقى عندي، وهذه الدبة مالت الخل استفاد منها اكبس بيها يعني الطرشي. عندي خل ابيض وخل تمر، وطبعا ماي حار خليت على الطباخ، خليت بالقاعية ملح 3 ملاعق ملح راح اخلي، وخاشوقة شكر، وراح اخلي بالقاعية الملح، وابدي اذب من هذا الماي الحار اللي خلطت وياه الخل والشكر. اذا تردون فلفل حار بكيفكم. لمندوزي نص ملعقة لمندوزي، ملعقة مال اكل خليته، وهنا كبسته. شوفوا هنا الماي ماله شلون قام يطلع من قد ما الماي حار يعني. خليته بهاي، هذه احسن شوية، الفوهة مالتها ضيقة وما يدخل لها هواء، كلش تفيدني يعني وزينة بالكبس. هنا راح يعني بعد ما خلصت راح اضبها زين واخليها بمكان يعني رطب، او تقدرون بالسطح همينه. هنا مثل ما تشوفون داورتها على مود الملح يختلط يعني ويا الماي، وراح اخليه بمكان يعني عندي بالمطبخ تقريبا 3 ايام 4 يكمل، لين هو بمي حار يعني كبسته. شوفوا هنا هذه النتيجة النهائية، شوفوا لونه شلون حلو، وطبعا طعمه ولا يعني اقولكم مش قد طيب، حامض ومقرمش. وإن شاء الله سهمكم العافية يا ربي. أتمنى استفاديتوا، لا تنسوني باللايك والاشتراك.